أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في فيديو النهاردة عشان هنكمل كلامنا على الأو بي وهنشرح الأبستراكت كلاس. فطبعا فيديو النهاردة سهل وبسيط إن شاء الله. عايزك بس أنت تركز معايا. فاحنا في فيديو النهاردة يا شباب هنعرف الفكرة العامة من الأبستراكت كلاس ونطبقها ازاي عندنا في الكود. فاحنا عشان نفهم الكلام ده عملت كلاس اسمه أنيمال، والكلاس ده كان بيحتوي على ميثود اسمها ايت، والميثود دي مجرد بتعمل برنت لجملة أنيمال از ايتنج. وعملنا كمان كلاس اسمه دوج بيكستند مين؟ بيكستند الأنيمال. والكلاس اللي اسمه دوج عنده ميثود اسمها run، وهكذا برضه بتعمل برنت كلمة dog is running. وكلاس تاني اسمه cat بيكستند الأنيمال وعنده ميثود اسمها run بتعمل برنت جملة cat is running. فاحنا هنا دلوقتي يا شباب عندنا الكلاس اللي اسمه دوج والكلاس اللي اسمه cat بيكستند الأنيمال عندي. فأنا ممكن دلوقتي إن أنا أروح أعمل أوبجكت من الكلاس اللي اسمه دوج وأكتب كلمة دوج. الدوج مثلا بيساوي الكونستراكتور بتاعي، وبعد كده هروح أعمل دوج دوت إيت وتعالى نعمل رن عشان نشوف هيحصل معانا إيه. فزي ما انتم شايفين الشباب عمل لي animal is eating. ممكن برضه أعمل dog دوت run عشان أنفذ الميثود بتاعة الرن الخاصة بالدوج. فلما أجي أعمل رن كده هيتلاقي عمل لي برضه dog is running. فطبعا يا شباب احنا كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت إن دي بالنسبة لنا يكون مشكلة، لأن أيوة أنا عايز جميع الحيوانات يكون عندنا المقدرة إن هي تاكل، ولكن طريقة أكل الحيوان بتختلف من حيوان للتاني. فأكيد طبعا طريقة أكل الدوج بتختلف عن طريقة أكل الكات. طبعا الكلام ده احنا كنا اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت. فأنا ممكن أعمل أوفر رايد للميثود اللي اسمها إيد ديت علشان أعمل إيه؟ علشان أنفذ كود مختلف في الميثود اللي اسمها إيد خاصة بالدوج. كل اللي أنا هعمله هكتب كلمة إيد وأعمل لها أوفر رايد. فزي ما انتم شايفين كده يعني. فأنا ممكن بقى أعمل print مثلا the dog is eating، وهكذا برضه في الكات هروح هكتب الميثود بتاعتي وهو من نفسه يعمل لي لها أوفر رايد. همسح دي كده وتعالى نعمل print cat is eating. فلما أجي أعمل رن بقى هتلاقي الكود عندي اختلف من حيث الدوج. كتب لي كلمة دوج is eating، كان في الأول كاتب لي إيه؟ كان في الأول كاتب لي animal is eating. طب ده اللي حصل معايا اللي إحنا طبقنا مبدأ الأوفر رايد، لأن مبدأ الأوفر رايد هو اللي بيسمح لي إن أنا أعيد استخدام ميثود كنت كاتبها قبل كده ولكن بطريقة مختلفة. فعشان كده عمل لي دوج is eating، ما عمليش animal is eating. طب حلو أوي. تعالى بقى كده نتخيل سيناريو معايا. افرض مثلا دلوقتي أنا كان معايا واحد شغال معايا في التيم، وانا كنت عملت الكلاس اللي اسمه انيمال ده، وقلت للشخص اللي معايا انت تعمل كلاس اسمه مثلا دوج بيكستند الانيمال وكلاس اسمه كات بيكستند الانيمال، وقلت له انا عايزك تعمل كلمه اوفر رايد للميثود اللي اسمها ايت. فهو طبق الكلام بتاعي في الكلاس اللي اسمه دوج وراح مثلا على الكلاس اللي اسمه كات، نسى ان هو يعمل اوفر رايد للميثود اللي اسمها ايت. فهل ده طبيعي يا شباب ان احنا يكون مثلا عندنا حيوان ما عندوش المقدره ان هو ياكل؟ اكيد طبعا ما ينفعش. هو ينفع دلوقتي اللي احنا عاملين اكستند الميثود اللي اسمها انيمال، ولكن انا بتكلم ان انا عايز لما الكات بتاعتي تاكل بطريقه مختلفه. فهل ينفع بقى ان الشخص اللي معايا يروح يعمل الميثود اللي اسمها كات وما يطبقش فيها الميثود اللي اسمها ايت ويطبق فيها كود مختلف؟ اكيد طبعا ما ينفعش، انا مش عايز ده يحصل. فانا دلوقتي عايز حاجه تجبر الشخص اللي معايا لما يستدعي الميثود اللي اسمها انيمال لازم يستدعي الميثود اللي اسمها ايت. فمين اللي بيسمح لي ان انا اعمل كده يا شباب؟ اللي بيسمح لي ان انا اعمل كده هي الابستراكت كلاس. فاحنا بنستخدم يا شباب الابستراكت كلاس علشان نجبر لو كان معايا شخص تاني نجبره ان هو يستدعي الميثود الموجوده جوه الابستراكت كلاس. فتعالى بقى نطبق الكلام ده. عشان نطبق مبدأ الابستراكت كلاس هتروح على كلمة الكلاس بتاعك وتكتب قبلها كلمة abstract زي ما انتم شايفين كده مدين في السجيشن. تضغط على كلمة abstract. فأنا أول ما عملت كده يا شباب الكلاس ده اتحول لكلاس اسمه abstract class. طيب abstract class دوت ايه المميزات اللي بيديهاني؟ المميزات اللي بيديهاني ان انا لو كان معايا شخص تاني بيجبره ان هو اي ميثود جوه الابستراكت كلاس دوت ان هو يستدعي الميثود اللي جواه، الميثود اللي اسمها ايت. طيب ممكن واحد يجي يقول لي طب احنا عملنا كلاس اسمه كات واستدعينا الكلاس اللي اسمه انيمال، ليه ما اجبرنيش ان انا استدعي الميثود اللي اسمها ايت؟ هقول لك عشان بقى تطبق مبدأ الابستراكت كلاس ان انت اول حاجه تكتب كلمه ابستراكت، بعد كده تروح على الميثود اللي انت عايزها الناس تستدعيها بتمسح الكيرلي براكتس الخاصه بيها. طب هنا اللي بمسح الكيرلي براكتس ومش عايز اكتب كود جوه الميثود ديت، لان انت خلاص لما انت بتعمل abstract class وعايز الناس تستدعي الميثود ديت فاكيد لما الناس تستدعيها هتكتب كود مختلف. فخلاص الكود اللي كان موجود هنا ما عادش ليه لازمه.
وده طبعا احنا شفناه لما احنا عملنا اوفر رايد الميثود اللي اسمها ايت، ان هو عمل لي ايه، عمل لي دوج از ايتنج، وكان في الاول عمل لي انيمالز ايتنج، ولكن لما انا عملت اوفر رايد طبق لي الكود الخاص بالدوج. فعشان كده يا شباب الكيرلي براكتس الخاصه بالميثود اللي انا عايز الناس تستدعيها ما عادش ليها لازمه. ليه ما عادش ليها لازمه؟ لان انا لما هستدعي الميثود ديت هطبق كود مختلف من كلاس للتاني. طيب بعد ما انا بقى بعمل الميثود اللي انا عايز الناس تدعيها بعمل ايه؟ تحط سيمي كولن. فانت اول لما انت عملت كده لاحظت ان راح لي على الكلاس اللي اسمه كات ومديني ايرور. ليه مديني ايرور؟ لان خلاص انا استدعيت الكلاس اللي اسمه انيمال، والكلاس ده بقى ابستراكت كلاس، وكنت عامل ميثود الناس لما تيجي تعمل اكستند للكلاس اللي اسمه انيمال لازم يستدعي الميثود دي. فعشان كده مديني ايرور. فتعالى بقى نستدعي الميثود اللي اسمها 8. ممكن بقى تروح على الايرور تضغط كنترول دوت، هتلاقي انا مديك في السجشن create missing override، فاضغط عليها كده هتلاقي عمل لك الميثود اللي اسمها 8. وهتلاقي كمان هنا مديك بقى الامكانيه ان انت تكتب كود مختلف. فانا بقى ممكن هنا اروح اعمل ايه، اعمل برنت مثلا لكات از 18. فانا بقى لما اروح استدعي اعمل مثلا اوبجكت من الكلاس بقى اللي اسمه كات، واكتب كات، كات مثلا بيساوي الكونستراكتور بتاعي. فتعالى نعمل كات دوت ايت. فلما اروح اعمل بقى رن كده هتلاقي مديني كات از ايتنج. فحلو قوي يا شباب، فدي كانت الميزه من مميزات الابستراكت كلاس. هي المميزات ديت ان انت بتجبر الشخص ان انت مثلا لو عندك ميثود وكنت عايز لما حد يستدعي الكلاس بتاعك لازم تجبر الشخص دوت ان هو يستدعي الميثود بتاعتك ديت. فاحنا بنستخدم الابستراكت كلاس علشان نطبق المبدأ ده. فطبعا احنا ده شفناه لما استدعينا الميثود في الكات. وتعالى برضه عشان للتأكيد لو انا مسحت دي كده هتلاقينا مديني ايرور. ليه مديني ايرور؟ لان انا خلاص بقيت لازم ان انا استدعي الميثود اللي اسمها ايت. فتضغط هنا كنترول دوت، تعالى نعمل كده هتلاقوا كتب لك الكود لوحده. فتعالى بقى نكتب الكود الخاص بالميثود اللي اسمها eat. هعمل مثلا print بقى ل dog is eating، نفس الكود اللي كنا عملناه يعني. فزي ما انتم شايفين الايرور اللي كان موجود راح. طيب ايه بقى المميزات التانية الخاصة بالابستراكت كلاس؟ المميزات التانية يا شباب الخاصة بيه ان انت ما ينفعش تعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه انيمال، من الكلاس اللي انت خلاص عملته ايه، عملته ابستراكت. يعني مثلا لو رحت انا عملت انيمال، تعالى نعمل اوبجكت منه بيساوي الكونستراكتور بتاع اللي اسمه انيمال. فزي ما انتم شايفين كده مديني ايرور. ليه مديني ايرور؟ لان خلاص الكلاس ده بقى ابستراكت كلاس، ومن المميزات الخاصه بالابستراكت كلاس ان انت ما ينفعش تعمل ليه اوبجكت. طب ليه انا ما ينفعش اعمل اوبجكت؟ لان انا زي ما قلت لكم يا شباب احنا بنعمل في الابستراكت كلاس ميثود، وعايزين الميثود ديت الناس تستدعيها. فانا عشان اعمل كده بخلي الميثود ديت مفيش فيها كود عن طريق ان انا شلت الكيرلي براكتس. فدلوقتي يا شباب الميثود ديت مفيش فيها كود، فانا بقى لما مثلا هعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه انيمال وهاجي استدعي الميثود اللي اسمها ايت، فهو مش هيبقى عارف يكتب كود ايه جواها. فعشان كده مش بيسمح لنا ان احنا جوه الابستراكت كلاس نستدعي منه اوبجكت. طيب هل ممكن بقى جوه الابستراكت كلاس دوت اعمل مثلا ميثود تانية واكتب فيها كود؟ او ممكن نعمل كده عن طريق ان انا مثلا اروح اعمل void واكتب مثلا walk. تعالى نعمل print ل animal is walking. فزي ما انتم شايفين يا شباب انا ممكن جوه الابستراكت كلاس اعمل ميثود عاديه اجبر الناس ان هي تستدعي الميثود ديت، وميثود تانية اكتب فيها كود عادي. بس ده طبعا لما انا اعمل الميثود ديت واكتب فيها كود عادي الكلاس اللي كنت عامل منه اكستند للكلاس اللي اسمه انيمال مش هيديني ايرور ان انا لازم استدعي الميثود اللي اسمها واو. طب امتى يحصل كده؟ يحصل كده لما انا اشيل الكيرلي براكتس ده، احط كده سيمي كولون، هتلاقي هنا مديني ايرور. لان انا خلاص الميثود ديت بقت ميثود انا خليتها لما الناس تستدعي الكلاس اللي اسمه انيمال لازم تستدعي الميثود اللي اسمها واو. فده طبعا شيء يمكن من الاسباب اللي انا ما ينفعش اعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه انيمال. ليه ما ينفعش؟ لان هو ده ابستراكت كلاس، واحنا جوه الابستراكت كلاس بنكتب فيها ميثود مفيش فيها كود. فلما دلوقتي اعمل مثلا انيمال دوت ايت، طب الايت ديت مفيش فيها كود، انا هنفذ كود ايه؟ فده طبعا ده مش هينفع معانا في الابستراكت كلاس. فبس يعني ده اللي كنت عايزك تعرفه في الابستراكت كلاس. الحاجات اللي كنت عايزك تعرفها ان احنا بنستخدم الابستراكت كلاس علشان نجبر الناس انها تستدعي الميثود الخاصه بينا، وعلشان نكتب ابستراكت كلاس عندنا في الكود بنروح على الكلاس بتاعنا نكتب قبل كلمه ابستراكت، والميثود اللي احنا عايزينها الناس تستدعيها بنكتب فقط اسمها والاقواس، مش بنكتب معاها كيرلي براكتس.
ليه مش بنعمل كده؟ لأن لما احنا نستدعي الميثود اللي اسمها eat هنكتب كود مختلف من كلاس للتاني. خلاص الكيرلي براكتس الموجود هنا ما عادش هيكون ليه لازمة لما أنا استدعي الميثود اللي اسمها eat. والحاجات التانية اللي عرفناها إن احنا ما ينفعش نعمل اوبجكت من الكلاس اللي هو abstract كلاس، وده طبعا احنا عرفناه ليه. فبس يعني كانت الفكرة من الفيديو النهاردة. يبقى احنا كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.